السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه اطباق شهيوه بلادي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي ونلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا غادي نوجدوا عسل للمعسلات الرمضانيه. كنتمنى ينال الاستحسان ديالكم ويلا نبداو على بركه الله. الطريقه والمقادير في نفس الوقت. بالنسبه للمكونات عندي قلب ديال السكر 2 كيلو، وعندي اطرو ديال الماء، عندي هنا هاد الباديان اولا الانيس، عندي عويدة ديال القرفه، 2 حامضات اللي قطعتهم دوائر، وشويه ديال المسكه الحره اللي غنضيفها في الاخر. صافي هنا كناخذ الطنجره ديالي فاش غادي نوجد هاد العسل هذا، وكنضيف فيه القلب ديال السكر، كنخوي عليه يطرو ديال الماء وكنخليه حتى كيبدا كيذوب. هنا السكر ديالي ها نتوما كيف ما كتلاحظوا بدا كيذوب. غادي نضيف ليه طرونش ديال الحامض، وغادي نضيف الباديان اولا زهرة انيس، وغادي نضيف عويدات ديال القرفه. المهم انا كنسمو غير بهاد الاشياء هادي كافيه صراحه. كيجي عسل اللي ناجح وكيوجد دغيا ومتعدد الاستعمالات. صافي غادي نسد على الطنجره ديالي. المسكه الحره غادي نخليها من بعد. غادي نسد على الطنجره ديالي وغادي نديرها فوق النار. وهنا كيف ما لاحظتوا الطنجره ديالي هنا غير غتبدا تصفر، غادي نحسب عليها 20 دقيقه. صافي من بعد ما دازت 20 دقيقه وهي كيطيب، كنحل على العسل ديالي كنلقى بهذا الشكل هذا. كيبان لكم العسل واش طاب غير من الحامض، كيتكاراميليزا كيف ما كتلاحظوا. غادي نحاول نحيدهم. هانتوما كيف ما شفتوا الحامض كيفاش كيكون. صافي راه كتعرفوا العسل طاب. صافي غادي نحيدو، غادي نخلي العسل ديالي يبرد شويه. وهنا كنضيف ليه هاد الاضافه هادي. كناخذ مسكه حره كندقها مع شويه ديال السكر اولا سكر كلاصي. صافي وكنضيفها على العسل، كنحرك مزيان. ومني كنبغي نقاد به كنصفيه. انتما كيف ما لاحظتوا هنايا راه صفيت العسل ديالي، كيجي على هذا الشكل هذا ناجح 100%. وكيف ما قلت لكم متعدد الاستعمالات. يمكن لكم تستعملوه في المعسلات اولا هكا دهنوا به البغرير مسمن. المهم راه كينفع بزاف ديال الحوايج. وحتى لهنا البنات ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.